إذا بعد ما هضرنا على مفهوم التدبير الترابي، لابد أننا نهضروا على تطور اللامركزية في المغرب، لأن الرجوع للسياق التاريخي مهم جدا لفهم أي ظاهرة أو أي موضوع كيف ما كان. وغادي نقسموا التطور التاريخي تاع اللامركزية في المغرب لجوج ديال المراحل. مرحلة ما قبل إصدار الوثيقة الدستورية سنة 2011، ومرحلة ما بعد إصدار الوثيقة الدستورية سنة 2011. فأما المرحلة الأولى، يعني قبل ما تخرج الوثيقة الدستورية نتاع 2011، فأولى الإرهاصات تاع تأسيس اللامركزية في المغرب وتبنيها طرف الدولة كانت عبر إصدار ظهير سنة 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، واللي عطانا 108 جماعة قروية وحضرية. كتجي من بعد مرحلة إصدار ظهير سنة 1960 اللي عطا واحد المجموعة من الاختصاصات للجماعات بشكل محدود تحت وصاية السلطات المعينة. كتجي لنا المرحلة ديال سنة 1962 اللي كان فيها التأسيس الدستوري للامركزية في المغرب. تم التنصيص على مجموعة من الأحكام في الدستور اللي كتأسس للامركزية في المغرب. يتأسس لنا الواقع تدبيري جديد بتبني اللامركزية في الدستور المغربي. كتجي من بعدها سنة 1963 اللي من خلالها تم إصدار الظهير المتعلق بإحداث العمالات والأقاليم. بعدها غادي تجي فترات اللي كتعلق بالتأسيس الدستوري للامركزية، حيث تم التنصيص على اللامركزية في دستور 1970 ودستور 1972 ودستور سنة 1992 ودستور سنة 1996. هذا التنصيص الدستوري كرس لنا اللامركزية في المغرب عبر مجموعة من الأحكام الواردة في الوثائق الدستورية التي صدرت آنذاك. وكتجينا المرحلة ديال سنة 1976 اللي تم إصدار فيها الميثاق الجماعي لمشرع عطى للجماعات مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات باش تدبر الشأن العام الترابي، اللي من خلاله باش تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووسع قليلا الاختصاصات ديالها لكن تحت رقابة سلطات الوصاية. كتجي من بعد واحد المرحلة ديال سنة 2000 اللي تم إصدار فيها ميثاق جماعي رقم 7800، وأيضا قانون رقم 7900 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وأيضا قانون رقم 4796 المتعلق بالجهات اللي نظمنا الجهات كوحدة ترابية. إذا هادو محطات جد مهمة في تاريخ المغرب اللي تبنى فيها اللامركزية من حيث التشريع. كان تأسيس ديال واقع تدبيري جديد يرتكز على التدبير اللامركزي. كتجينا سنة 2010 اللي من خلالها تم صياغة واحد التوصيات عبر اللجنة الاستشارية الجهوية المتقدمة، فيها مجموعة من التوصيات اللي تم إدراجها في الوثيقة الدستورية سنة 2011 واللي كتزيد تكرس لنا التدبير اللامركزي. ومن بعد غادي نوصلوا لمحطة إصدار الوثيقة الدستورية سنة 2011 اللي عرفات واحد طفرة في التدبير اللامركزي عبر تبني الجهوية المتقدمة من خلال ما تم التنصيص عليه في الفصل الأول من دستور 2011. وأيضا تم تخصيص الباب التاسع للجماعات الترابية اللي نص على مجموعة من أحكام ديال الدستور تهم التدبير الترابي، ووضح العلاقة بين المنتخبين والمعينين، وأعطى مجموعة من المبادئ والضمانات الدستورية لرؤساء الجماعات المجالس المنتخبة من أجل التدبير الترابي. وغادي نوصلوا نطرقوا المبادئ التدبير الترابي. إذا إصدار الوثيقة الدستورية ديال سنة 2011 واحد المرحلة فاصلة في تاريخ التدبير اللامركزي في المغرب اللي عرف منحها مجموعة من الضمانات الدستورية تأسيس واحد الواقع تدبيري جديد يرتكز بالأساس على خيار اللامركزي. وهذا الشيء
جد مهم. وغادي يجي من بعدها إصدار القوانين التنظيمية تاع الجماعات الترابية في سنة 2015، اللي تم فيها إصدار القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات. اللي هاد ثلاثة نتاع القوانين التنظيمية نصات على مجموعة من المقتضيات اللي من خلالها منحات اختصاصات جد مهمة للمجالس المنتخبة لتحقيق التنمية الترابية، وأكدت لنا وكرست لنا خيار التدبير اللامركزي. إذا هذه المرحلة ديال ما بعد دستور 2011 هي مرحلة جد مهمة وشكلات طفرة جد مهمة في التدبير اللامركزي، بمنح مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية للفاعل العمومي الترابي المنتخب ليدبر الشأن العام ويحقق النتائج المرجوة منه. لكن رغم كل هذا تبقى هناك بعض النواقص والفراغات التشريعية التي يجب ملؤها من أجل منح المزيد من الحرية للمنتخبين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. وغادي نجيو لهذه الأمور في الحلقات القادمة من بودكاست دردشة. إذن هناك مرحلتين لتطور اللامركزية في المغرب، وأهم مرحلة كانت بعد الاستقلال، وأيضا بعد إصدار الوثيقة الدستورية في سنة 2011. إذا كانت هذه أهم المحطات نتاع تطور اللامركزية في المغرب وتبني خيار التدبير اللامركزي، اللي عرفت أيضا بعد إصدار القوانين التنظيمية إخراج مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تنظم التدبير اللامركزي، أهمها ميثاق اللاتمركز الإداري. إذن هذه هي أهم محطات التدبير اللامركزي في المغرب، والتي أسست للتدبير الترابي اللي حنا غادي نزيدو نفصلو فيه في قادم حلقات من بودكاست دردشة.